خدت بالك من النقطة دي هتفرق معاك قوي في كواليتي شغلك وفي حجم الإنجاز اللي بتنجزه. أسوأ فترة عدت عليا في شغلي كنت بعمل فيها عيب خطير قوي ما انتبهتلوش إلا متأخر. كنت دايما بخلي مزاجي الشخصي ومشاكلي الشخصية تأثر على الشغل، ويومي في الشغل بيبقى متوقف على إني النهاردة حابب أشتغل ولا لأ، مزاجي رايق ولا لأ، علاقتي بوالدي ووالدتي وزوجتي وأبنائي مظبوطة ولا لأ. لو مظبوطة بشتغل وأدي، لو مش مظبوطة ما بعرفش أشتغل ولا بعرف أدي. العيب ده لما اكتشفته وبدأت أشتغل عليه بدأت حياتي في الشغل تتحسن كتير قوي. فنصيحتي ليك ارمي مشاكلك الشخصية وهمومك ومزاجك بره الشغل، وخليك راجل محترف عارف اللي ليك وعارف اللي عليك، وقادر تفصل كويس قوي ما بين اي حاجة بتحصل لك بره الشغل وجوه الشغل. وخليك فاكر دايما ان ممكن الشخص اللي انت هتتعصب عليه او تأثر في شغله ممكن يكون عنده مشاكل قد اللي عندك 10 مرات، بس هو قادر يفصل ما بين مشاكله وما بين الشغل. لو خدت بالك من النقطة دي هتفرق معاك قوي في كواليتي شغلك وفي حجم الانجاز اللي بتنجزه.